لكل الناس المهتمية بمجال الذكاء الاصطناعي وعايزة تيجي أمريكا من خلاله، اسمع يا باشا الفيديو ده لآخر جملة فيه. هل تعرف إن في مسار للجرين كارد هنا في أمريكا للناس المتخصصة في ال AI أو الذكاء الاصطناعي تقدر تقدم بيه من غير شركة، من غير جوب أوفر، من غير ليبر سيرتيفيكيشن؟ الإجابة أيوة، الطريق ده اسمه الفيزا EB1A Extraordinary Ability. ودي نقطة ناس كتير قوي بتفوتها، لأن هي فاكرة إن الهجرة لأمريكا لازم تكون عن طريق سبونسرشيب أو لازم تكون عن طريق صاحب عمل يعني يكفلك أو يعمل لك رعاية. في الفيديو ده هشرح لك ال EB1A بشكل عملي جدا، وإيه هو اللي إدارة الهجرة ال USCIS بتدور عليه بالظبط، وإزاي شغلك أو عملك في مجال الذكاء الاصطناعي يختلف عن المجالات التقليدية، وإزاي كمان التحديث اللي حصل في سبتمبر 2022 اللي خلى الأدلة البديلة مهمة جدا للناس اللي عندها STEM بروفيشن أو ال AI بروفيشن الخاص بالذكاء الاصطناعي. خلينا نوضحها من الأول. ال EB1A معمولة لناس متميزين بشكل استثنائي Extraordinary Ability في مجالهم. الميزة الكبيرة هنا إنك تقدر تعمل سيلف بيتيشن، يعني أنت اللي بتقدم طلبك بنفسك. السؤال الطبيعي اللي بيجي في بالك دلوقتي، طيب ده معناه إن أي حد في مجال الذكاء الاصطناعي أو ال AI يقدر إن هو يقدم؟ الإجابة طبعا لا، الموضوع مش مفتوح كده لأي حد، بس كمان مش محصور في ناس معينة لازم تكون حاصل على نوبل مثلا أو لازم تكون حاصل على جائزة عالمية ضخمة. وده بياخدنا لأول نقطة إدارة الهجرة أو ال USCIS بتبص عليها. قانون الهجرة الأمريكي اللي إدارة الهجرة المفروض إن هي بتنفذه بيقول لك يا إما يكون عندك جائزة عالمية كبيرة جدا، وده نادرا قوي يعني، يا إما تثبت إن أنت محقق على الأقل 3 معايير من 10 معايير محددة. بس المهم إنك تفهم إن 3 معايير من 10 معايير ده مش هو الهدف النهائي، دي مجرد البوابة. يعني بعد ما بتعدي من البوابة دي بيعملوا حاجة تانية اسمها التقييم النهائي للملف كله. هل أنت فعلا ضمن النسبة الصغيرة جدا القليلة من الناس اللي في قمة المجال بتاعك ولا لا؟ ودي النقطة الجوهرية اللي بتفرق ما بين ملف يتقبل وملف بيترفض. طيب حاليا إيه اللي بيخلي ملف ال AI أو الذكاء الاصطناعي ده ليه خصوصية زيادة؟ هنا بقى ندخل في التحديث الجديد اللي حصل في شهر 9 2022. ال USCIS أو إدارة الهجرة وضحت بشكل مباشر إن مجالات ال STEM بروفيشن ومجالات ال AI أو الذكاء الاصطناعي ممكن تستخدم ال Comparable Evidence. يعني لو في معيار تقليدي مش مناسب لطبيعة شغلك تقدر تقدم دليل بديل يثبت نفس الفكرة. ودي مش حركة تجميلية، دي نقطة استراتيجية في بناء الملف نفسه، لأن الذكاء الاصطناعي أو ال AI فعلا أحيانا مساره المهني مش شبه المسارات الأكاديمية التقليدية. خليني دلوقتي أدي لك أمثلة على ال Comparable Evidence ده بشكل بسيط. لو أنت مثلا بتنشر شغلك أونلاين ومش في الجرايد التقليدية، يعني ده ممكن يتقدم بشكل مقنع لو عرفت إن أنت تثبت تأثيره. ولو مثلا بتعرض شغلك في مؤتمرات صناعية كبيرة أو فعاليات قوية في الصناعة وده أقرب لطبيعة المجال، ممكن برضو يتحسب. وحتى كمان الإنجازات بتاعة الستارت ابس زي مثلا تمويل قوي أو جرانتس ممكن تدعم التميز، لأن ده نوع من الاعتراف الخارجي بقيمة شغلك وتأثيره. بس قبل ما نتكلم عن المعايير اللي بتشتغل قوي في مجال ال AI أو الذكاء الاصطناعي لازم أسألك سؤال مهم جدا. ال USCIS هتصدق إيه بالظبط؟ الإجابة هتصدق الأرقام والأثر مش الكلام الإنشائي. يعني مش هيفرق معاهم قد إيه أنت عندك كومة من الخطابات المجاملة أو الريكومنديشن ليترز اللي مفيش وراها دليل واضح بالأرقام. ومن هنا نبدأ بأقوى معيار عادة للذكاء الاصطناعي أو ال AI، واللي لو اتعمل صح هيرفع الملف كله. أول معيار قوي جدا هو المساهمات الأصلية وتأثيرها الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي، وده ممكن يكون مثلا خوارزمية اتطبقت فعليا بشكل معين، أو تول معينة داخل منتج، أو اوبن سورس مشروع للناس ممكن تتبناه. ولو أنت قلت طب أنا شغال في شركة ومش هقدر أطلع كل الأرقام دي، هنا بتيجي اللعبة الصح بقى. تقدر تثبت التأثير بتاعك ده بشكل غير مباشر، حاجة كده زي الميتريكس لو متاح، أو توثيق داخلي مسموح، أو شواهد عامة، أو أي دليل موضوعي يبين إن شغلك اتحرك من مجرد إن هو فكرة لحاجة ليها تأثير. النقطة اللي جاية دي غالبا هتزود قوة الملف بتاعك جدا، وهي الأبحاث والمقالات القوية. لو عندك publications في مؤتمرات كبيرة للذكاء الاصطناعي ده هيبقى عنصر مهم جدا. لكن تاني مش مجرد عدد. إدارة الهجرة أو ال USCIS بتركز على التأثير، فلو عندك citations محترمة أكيد هتفرق في قوة الملف بتاعك، وكمان جودة المكان اللي اتنشرت فيه، وسياق البحث نفسه. هل حد تبناه؟ هل حد حاول ان هو يطبقه؟ هل اتذكر في شغل حد تاني غيرك؟ الفكرة هنا انه لو ما عندكش عدد ابحاث كبير ممكن تعوض الكلام ده بوضوح في التأثير على الابحاث الصغيرة اللي انت عملتها. وده بالظبط اللي ياخدنا للنقطة اللي بعدها، ثالث معيار بيشتغل قوي قوي في مجال الاي اي او الذكاء الاصطناعي، وهو تحكيم شغل حد تاني غيرك. لو انت مثلا كنت ريفيور او بروجرام كوميتي لمؤتمرات بتاعة الذكاء الاصطناعي، مؤتمرات تكون كبيرة، ده معناه ان
المجتمع العلمي والمهني بيثق في تقييمك، ودي علامة مهمة جدًا على مكانتك في هذا المجال. والفكرة هنا مش الكم، يعني مش كام مرة أنت كنت judge في هذا المجال بتاعك، الفكرة هنا إنه التحكيم ده في جهة معتبرة ويكون موثّقة. في كمان معيار مهم أوي هنا للناس اللي عندها دور قيادي أو دور محوري في شركة بتاعة AI مثلًا هي عاملاها، أو startup ليها اسم بدأ إن هو يكبر. كلمة محوري هنا لازم تكون مسؤولية عن جزء أساسي. في معيار تاني ناس كتير أوي بتستهين بيه لكنه مفيد جدًا لو متوثّق بشكل صحيح، وهو المرتب الأعلى من المتوسط في سوق العمل بتاعك. ده مش معناه إن المرتب بتاعك لازم يكون عالي، ده معناه إنه يكون أعلى من المتوسط مقارنةً بالناس اللي هم في نفس مجالك. وأخيرًا لو عندك أي جوائز أو fellowships معروفة، أو لو عندك أي awards معروفة، ده أكيد معيار يدّيك نقطة قوية جدًا، خصوصًا لو في تنافسية واضحة ومعايير اختيار الشخص اللي حاصل على هذه الجايزة. كل ده ممتاز، بس لازم أرجّعك لأهم جملة في الموضوع ده كله. الفكرة مش إننا نعد ورق وخلاص. الUSCIS أو إدارة الهجرة بقت تركّز على التأثير مش الكمية. يعني ممكن واحد يجيب 3 معايير بس بشكل شكلي ويترفض، وواحد تاني يجيب نفس المعايير بس بدليل قوي وأرقام واضحة ويتقبل. المطلوب إن الملف بتاعك يتحكي بقصة مهنية منطقية. أنت عملت إيه؟ إيه الدليل إن الكلام اللي أنت بتقوله ده حقيقي؟ إيه الدليل إن الكلام اللي أنت بتقوله ده ليه تأثير؟ وهكذا. لو أنت هتقدم وأنت في مجال الAI وبتحس إن المعايير التقليدية مش راكبة على شغلك، التحديث بتاع سبتمبر 2022 ده بتاع الcomparable evidence مهم جدًا، لأنك تقدر تبني بيه نفس الفكرة بس بأدلة أقرب لطبيعة مجالك. في النهاية عايزك تفهم كويس جدًا إن الفيزا الEB1A مش محتاجة sponsor ولا محتاجة job offer، لكن محتاجة ملف يكون متماسك جدًا، يثبت إن أنت فعلًا ضمن نسبة صغيرة جدًا في قمة مجالك. لو أنت بتشتغل صح في مجال الذكاء الاصطناعي أو الAI بحثيًا أو صناعيًا، ففي طرق واقعية جدًا تخلّي ده قابل للإثبات، مش مجرد كلام.